شنو مقصود بعدا على لا ديسلكسي اضطرابات التعلم، وشنو مقصود بلا تي دي اش اللي هما تشتت الانتباه بفرط حركه او بدونه؟ باش نحكموا به ولا نحشموا الدراري خاصنا نعرفوا عندهم هذاك المشكل. il existe des techniques باش الدراري يتعلموا ويوصلوا للميم نيفو. Donc tous ces phénomènes de 10 كيبانوا rapidement avec un vraiment ناخذوا la moyenne شحال عندهم في سكويله، ولا كان عنده 3 4 بوان دسو خاصنا نشوفوا ونديروا ان ديبيستاج. سي اون رياكسيون او بروبليم داتونسيون. بحال دابا انا نسيت علاش وجيت هنايا، غنبدا نوض وندير شي حاجه نسيت، اي دونك جو كري هيبر اكتيفيتي ما غنقدرش نبرك، ولكن خاصنا نفهموا منين جاي هذاك الشيء. اي دونك دابا هذاك الشيء جا من كيفاش حنا كندوزوا الحياه ديالنا وكيفاش كنكونوا مع الدراري ديالنا. هذاك الشيء حنا الاولين غنصبروا مع لي تليفون، ولكن لو ديفيسيت دو لاتونسيون بدينا كنشوفوا حتى في لي زادولت. دونك هذاك الدواء كيخدم مزيان، ولكن بعض المرات الناس كيعطوا بلا لو تي دي اش باش يجيدوا لي كومبيتونس ديال الدراري باش يحسنوا القرايه ديالهم. بحال الدوباج ديال الرياضيين اكزاكتومون ستان دوباج. خاصنا يكون عندنا هذاك الدواء باسكو يا 10% ديال لي زانفون اللي عندهم هذاك المشكل ديال التركيز خاصهم هذاك الدواء. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كيف حالكم. سعيدة اليوم بتقديم هذه الحلقة بمعية الدكتور وديع غوندالي، طبيب اختصاصي في الأمراض النفسية والعقلية ومعالج نفساني. مرحبا بك دكتور. السلام عليكم، شكرا. لاباس عليك؟ كيف الحمد حالك؟ لله. اليوم عندي شوية ديال التركيز، مشكل مع التركيز، وكنحرك بزاف شوية بحال عندي فرط نشاط، كنحس راسي باغي نتحرك. مشكل كبير. عندك فرط حركة على ما كيبان لي. لا ما بانش، ولكن بعض المرات كنحس راسي خاصني نتحرك، سمح لي بزاف. واليوم موضوعنا عنده علاقة فرط الحركة باضطرابات التعلم، لا ديسلكسي بمختلف الانواع ديالها، لا تي دي اش تشتت الانتباه بفرط الحركة او بدونها. سهلتي عليا، اختصرتي عليا المدخل ديال الحلقة ديال اليوم. موضوع مهم جدا كيهم فئة كبيرة جدا من الوليدات ومن الاباء ومن الاختصاصيين ومن الاساتذه. حنا دابا الان باقين في الدخول المدرسي، كنظن في عز يعني الاثاره ديال هذا الموضوع، خاصه ملي كيكونوا وليدات يعني باقي جداد، كاين اللي عارف كاين اللي باقي ما عارفش. منين غنبداو هذا الموضوع دكتور؟ غنبداو من بعدا خاصنا نعرفوا شنو هو الفرق بينات واحد الدري ولا بنت اللي كتحرك بزاف وشي حاجه اللي غيكون مرضى كما تي دي اش. اللي عنده الاضطراب واللي غير نشيط دو ناتور. باغ اكزومبل بور لا ديسلكسي ماشي سي ان دياغنوستيك، دونك خاصنا نعرفوا كيفاش نديروا الفرق. ولكن هذاك الشيء اللي قلنا، هذيك الحركه اللي دازت، هذاك الشهورين 3 شهور ديال الاول ديال المدرسه مهمين باش نعرفوا هذاك الشيء، وباش الدراري يقدروا يهضروا ما خصهمش يحشموا، ما خصهمش يخافوا. دونك حنا خاصنا نعرفوا بعد الفرق ونقدروا نهضروا معاهم. نهضروا في البدايه على لا ديسلكسي، الاضطرابات ديال اضطرابات ديال المرافقه ديال المرحله ديال التعلم، اضطرابات التعلم، وكذلك على تشتت الانتباه وفرط الحركه او بدونه. وكنعرفوا ان كاين وليدات اللي عندهم هاد الجوج ديال الاضطرابات، يعني عنده لا ديسلكسي وعنده لا تي دي اش، وكاين اللي عندهم غير وحده فيهم. يقدر يكون عنده غير لا ديسلكسي، يقدر يكون هذا. بالنسبه للناس اللي باقي ما عارفينش، بعدا ما عندهمش فكره كبيره على هذا الشيء اللي كنهضروا عليه دابا، وربما يكونوا وليداتهم عندهم هذا الاضطراب وباقي ما داروش التشخيص، باقي ما عارفينش شنو مقصود بعدا على لا ديسلكسي اضطرابات التعلم، وشنو مقصود بلا تي دي اش اللي هما تشتت الانتباه بفرط حركه او بدونه. في الاول خاصنا نفهموا كل واحد عنده الدماغ ديالو كيخدم في شي شكل، وحنا درنا سكون ابل لا ديس لكسي، لا ديس كالكولي، لا ديسبراكسي. لو ديس جايب من شي حاجه اللي ما خدماش مزيان. دونك في الاول ديجا حنا كنديروا واحد تابو على الدراري الصغار اللي غيكون عندهم هذاك الشيء بحال واحد لو جوجمون، ان جوجمون ما خدامينش مزيان الدماغ ديالهم بحال الاخرين. الوغ كون فيت لي الدراري اللي عندهم ديسلكسي و باغ في ديسكالكولي غتلقى الدماغ ديالهم غيكون احسن في شي بلاصه اخرى. دونك هو ما خصناش نحكموا به ولا نحشموا الدراري، خاصنا نعرفوا عندهم هذاك المشكل. il existe des techniques باش الدراري يتعلموا ويوصلوا للميم نيفو
ولكن خاصنا نبدلوا هذاك الشيء. دونك لا ديسلكسي لا ديسكالكولي لا ديسبراكسي وكاين لا ديسورتوغرافي لا ديزورتوغرافي ولا ديسغرافي اكزاكتومون. كاين يعني عده الانواع ديال هذه كلها مجموعه. يقدر واحد يكون عنده وحده فيها، يقدر يكون عنده يقدر يكون عنده لا توتال. Donc ça c'est les troubles de l'apprentissage. وما هذوك اللي كتسميو les troubles de l'apprentissage. وهذوك لا عرفناهم بكري في الاول ديال المدرسه ما غيجيبوا حتى شي مشكل. Les enfants ils finissent même ils ont des meilleurs résultats. La majorité. باش نعرفوهم كي غنديروا نعرفوهم. Alors غتعرفوهم باسكو غتلقاي واحد ان انفون اللي غيكون عنده اللي غيكون عندهم مشكل في الاول ديال المدرسه، غيقول لك شي حاجه باغ اكزومبل او غيكتب لك لو او ولكن متلف à l'envers. Ça c'est un signal classique par exemple de la dyslexie, la dysgraphie. La dyscalculie شي واحد اللي غتقول لي واحد على واحد غيتلف rapidement, il va rapidement. Donc في الاول غنشوفوا دراري اللي ils vont avoir des résultats scolaires très bas en dessous de la moyenne, ولا غيحشموا ما غنعرفوش. Donc tous ces phénomènes de dys كيبانوا rapidement avec un vraiment ناخذوا la moyenne شحال عندهم في سكويله، ولا كان عنده 3-4 points en dessous خاصنا نشوفوا ونديروا un dépistage. هو c'est très simple, on va faire chez un orthophoniste ولا عند un pédopsychiatre غيعرف هذاك الشيء في الساعه. Et donc c'est surtout un effondrement ديال les résultats ديالو كيفاش كينجح في السكويله. لا شفنا هذوك شهورين 3 شهور الاولين كيتمحن غنشولو. C'est le premier temps de dépistage. واخذ بعين الاعتبار ان كاين وليدات اللي غير ضعاف في البديه وكيحتاجوا وقت اطول باش انهم يتعلموا الحاجه. ماشي بالضروره اي واحد عنده النتائج ديالو يعني شويه ضعيفه معناه نحكموا عليه بلي راه هذا يعني خص يدار له دياغنوستيك باش نعرفوا. فوالا نديروا الدياغنوستيك. لا قلنا لا شفنا الدياغنوستيك ما كاينش دونك هاد الساعه غنصبروا ونعاونوهم شويه باش يدخلوا. محتاج وقت اطول. فوالا كاينين شي وحدين اللي غيدخلوا في السكويله غيعرفوا يقراو شي شهر. شي وحدين خاصهم 3 شهور وماشي خاصهم شي مريضين ولا شي حاجه خاصهم اكثر من الوقت. ولكن لو ديبيستاج لا درناه في الاول بريكوس غيعاون باش ما ندخلوش في واحد المشكل يحشموا ويقولوا رسم انا وكاك دو توت مار كاسب في السكويله. دوك نهضروا على الوليدات اللي عندهم لا ديسلكسي. شرطي بلي راه هادو سي اون مانيير اللي كيفكروا بطريقه مختلفه. ماشي مرض ماشي اون مالادي سي ان تروبل. اكزاكتومون. واحد تروبل بمعنى ملي كنهضروا بلي راه ان تروبل ماشي مالادي معناه ماشي شي حاجه اللي غنقولوا راه خصي برا منها خصها لها علاج. خصها يمكن غير طريقه التعامل تكون مختلفه. اكزاكتومون فو لي زيدي باسكو بحال دابا لي زانفون اللي عندهم ديسلكسي غيكونوا اكثر باغ اكزومبل باش يديروا الموسيقى غيكونوا احسن. ils sont meilleurs. كيعرفوا حسن يتصنتوا ويديروا الموسيقى، كيعرفوا حسن يشطحوا. دونك ماشي واحد مشكل عا كيخمو يبونس ديفيرامون. خاص بحال لا عندك ان ايفون وبغيتي تشارجي هذاك التليفون سمح لي على لا مارك بالمره خاصك ان ادابتاتور. لي زانفون ديسلكسيك خاصهم ان ادابتاتور. ولا عطيتهم هذاك الادابتاتور في الاول كيفاش يتعلموا من بعد وما كيبقاو يخدموا بهذاك الادابتاتور. ولكن في الاول خاصنا نعرفوا هذاك الشيء. اي سي بور سا كو سي ان تروبل سي ني با اون مالادي. حنا هذاك الشيء خاصنا نفكروا مزيان باسكو بعض المره كيولي مرض باسكو ما كنعرفوش لو تروب. الدراري كيوليو مقلقين ولا عندهم كثر اكتئاب ما فريمون كيحسوا راسهم حزين باسكو ما كيوصلوش ما كينجحوش في السكوله واخا خدامين وما هاد الساعه ما كيفهموش. لا حيدنا هذاك المشكل ولا عطينا الادابتاتور في الاول هذاك المشكل المرض ما كيوقعش. والوالدين يمكن راسهم ما كيتقبلوش هذه القضيه لان خاصه ملي كيكون عنده مثلا واحد الباركور سكولير اكسيلون وعنده واحد كارير مزيانه كيتوقع ان وليداته يخرجوا طالعين ليه. الا كان واحد واعر في المات يعني كينتظر ان ولده يكون واعر في المات مثلا فما كيتقبلش احيانا انه كومبليتمون. وهذاك الشيء لا شفتي في العائله ديالك غتلقاي شي واحد اخر لا ديسلكسي لا ديسكالكولي لا ديسبراكسي سوفون كتشوفيها في العائله. واحد ولا عمو ولا شي واحد من العائله غيكون عنده. لا شفتي من موراك اي دونك سي با une مالادي. الا من الاول واخا الدراري ما غيكونش بحالك الدراري ماشي فوتوكوبي ديالنا. بعض المره غيشدوا شي حويجات ديالنا بعض المرات ما غيشدوش وهذاك الشيء ماشي مشكل. خاص من الاول نعرفوا وندفعوا ولادنا في شي حاجه اللي غيكونوا هما واعرين لور زون دو جيني ديالهم ماشي ديالنا. كاين كذلك لا تي دي اش واخا كاين الناس ديما ملي كيذكروها مرافقه مع لا ديسلكسي ولكن ماشي دائما. كاين الناس اللي عندهم غير لا تي دي اش بوحديتها وكاين الناس اللي عندهم مع لا ديسلكسي بجوج. لا تي دي اش كاين الناس اللي كيسميوها مباشره
فرط الحركه، الوغ كو هي ماشي فرط الحركه، هي تشتت الانتباه. يقدر يكون معاه فرط حركه، يقدر ما تكونش معاه هنايا. ويمكن ملي ما كتكونش فرط الحركه كتكون صعوبه باش انه نكتشفوها في البدايه. شنو كيطرا في الدماغ ديال واحد انسان اللي عنده اضطراب ديال تشتت الانتباه؟ قلتيها مزيان، تشتت الانتباه هي الاولى. Ça veut dire c'est d'abord un problème d'attention. L'hyperactivité, واحد ديفيسيت داتونسيون. exactement, déficit d'attention. Après, l'hyperactivité qui agit comme une réaction. Donc, d'ailleurs, chez les enfants, les garçons, ont كتر d'hyperactivité من البنات. C'est une réaction au problème d'attention. بحال دابا انا نسيت علاش وجيت هنايا، غنبدا نوض وندير شي حاجه، نسيت et donc je crée une hyperactivité، ما غنقدرش نبرك. ولكن خاصنا نفهموا منين جاي هذاك الشيء. بعدا كان تشتت الانتباه كان قبل un problème d'attention, déficit d'attention. ولكن دابا زاد هذاك الشيء مع كيفاش حنا كيفاش كنتعاملوا مع الحياه ديالنا. لي تيليفون بورتابل، لي زيكران، هذاك الشيء طلع vraiment la prévalence, le nombre ديال الدراري اللي عندهم ce déficit d'attention. Parce qu'effectivement, les écrans, بحال دابا les adultes qui regardent TikTok, كيشوفوا des vidéos de 15 à 20 secondes وما كيبقاوش يشدوا l'attention ديال التركيز ديالهم مطوله. Et donc, la manière dont on va élever nos enfants, حنا امتى كنا صغار ما كناش عندنا autant d'écran. دراري صغار دابا من الصغور ديالهم فين كيدوروا الرسوم كيشوفوا ان écran. وهذاك الشيء probablement ça change le fonctionnement cérébral. كنزيدوا la quantité d'information. كنا كنعطيو par exemple 10 informations في النهار، دابا كنشدوا 1000. Donc الدماغ تا هو خاصو يتخفف، خاصو يزرب، وتا هو كيحس راسو خاصو يزرب باسكو كاينين لي زانفورماسيون اللي جايين اخرين. دونك هو الاول، وما بقيناش كنلعبوا بزاف برا الكره، وما بقيناش كنحسوا ميم لونوي. لونوي مزيان باش نتعلموا نبركو نفسو لا ريفليكسيون ونلقاو شي حاجه نديروها. اي دونك دابا هذاك الشيء جا من كيفاش حنا كندوزو الحياه ديالنا وكيفاش كنكونوا مع الدراري ديالنا. هذاك الشيء حنا الاولين غنصبروا مع لي تليفون، ولكن لو ديفيسيت دو لاتونسيون بدينا كنشوفوا حتى في لي زادولت عندهم مشكل كبير وما يقدروش يبركوا ولا يتفرجوا في ان فيلم. هذاك الشيء دابا خدامين مزيان لي سيري باسكو هما صغاورين. الناس بحال هكاك ما يقدروش يبركوا الساعه ونص، غيبركوا 30 45 دقيقه. لي فيديو اللي كاين دابا مثلا كتلقى لي ريل ولا ديك لي شورت كيتشافوا مثلا اكثر من الفيديو كامله. اي دونك سا حنا اللي كندربوا الدماغ ديالنا وكنديروها مع الدراري ديالنا، ولكن حنا دوزنا السكويله تعلمنا. ودونك هذاك الشيء اللي كان خاصنا نبركوا ساعه ساعتين باش نعرفوا نكتبوا، وحتى الدراري دابا بداو كينحيدوا لهم لا كاباسيتي ديال دو كونسونطراسيون ديال التركيز. ودونك حنا خاصنا نعاونوهم من الاول باسكو بيان سور غنهضروا على الدواء، ولكن انا بغيت نفصل للناس هذاك الشيء جاي من كيفاش حنا كنكونوا في الحياه ديالنا ديال كل نهار. دونك في الاول قبل الدواء قبل دياغنوستيك كيفاش حنا كنديروا باش نبركوا. لا مشيتي في الجامع غتعرفي شكون اللي غيكون عنده مشكل ديال تشتت الانتباه اكثر. فرط نشاط كتشوفي كيتحرك كيبقى يتحرك كاك كاك كاك. دونك خاصنا نتعلموا نرجعوا في الجسم ديالنا نحسوا به ونديروا شي حاجه لا ميديتاسيون ولا الرياضه ولا نجربوا des activités بحال قلت لك لي زوريغامي، دي زاكتيفيتي اللي خاصنا ما نتحركوش بزاف والتركيز ديالنا يبقى 100%. دونك هذاك الشيء نقدروا ندربوا نرجعوا باش نرجعوا في هذاك الشيء اللي كان عندنا قبل. جاب لي الله انه بالنسبه للديسلكسي كاتكوريجا يمكن فين كاين مشكل يعني الكبير ديالها ملي كيكون الوليد يلاه دخل المدرسه خصو يتعلم كل شيء جديد، القرايه يكتب يحسب يدير، وهو ما عندوش لي كومبيتونس نيسيسير باش انه يدير هذه العمليه. اون فوا كيبدا يدير شويه ديال الترويض وشويه ديال المقابله وشويه ديال الوقت الخاطر، من بعد يقدر يوصل انه يكون بحال الاخرين ولا قريب لذاك النيفو ديالهم على حسب درجه طبعا ديال هذا. لكن جاب لي الله باللي راه ما عرفتش واش انا خاطئه في هذه القضيه ولا لا. بالنسبه لتشتت الانتباه كيبقى افي مع الانسان، يعني كنلقاو انسان واخا بالغ راه عنده المشكل ديال التي دي اش. ربما بالنسبه لفرط الحركه يقدر هو راجل كبير يقدر كيكونترولي راسو شويه بشويه، ولكن كتبقى شي حاجه
عايش معها دائما. دونك ما كنبقاوش كنهضروا على شي حاجه سميتها ريدوكاسيون ولا شي حاجه. هنا كيجيو قضيه ديال الادويه، لانه دابا حسب علمي في المغرب يعني كاين حالات عديده ديال الاطفال وديال البالغين اللي عندهم هذا التي دي اش. الا كانوا الاطباء ربما كيقترحوا الادويه بشكل اقل بالنسبه للاطفال يعني، ولكن بالنسبه للبالغين راه اللي في مستوى الجامعي ولا العمل ديالهم كيتطلب التركيز كيحتاجوا هذا النوع ديال الادويه. هضر لينا شويه الا كان ممكن على هذه القضيه ديال العلاجات بالادويه بعدا، واش كتعاون بصح على التركيز ولا غير الناس كيجيب لهم الله، وعلى مدى لا ديسبونيبيتي ديالها. خاصنا باغي باش نفهموا مزيان كيفاش هذاك الدواء كيخدموا البروسيس. وما سي لا فامي دي زانفيتامين اللي هما لا ريتالين. دونك لي زانفيتامين شي حاجه اللي غتزيد لا رابيديتي كيف كتزيد لا رابيديتي ديال الدماغ ديالنا. دونك كناخذهم باش نزيدوا لا كاباسيتي ديال التركيز في وقت معين. فوالا. دونك بحال دابا الدماغ ديالي اوكي، ويمتى كناخذ هذاك الدواء بحال كيولي فوكس على شي حاجه، وهاد الساعه كيحسن كيفاش نتعلم. لقينا هذاك الشيء دابا اكثر من 40 عام. في الاول قلنا بحال شي واحد اللي غيكون عنده مشكل ديال التركيز وتشتت الانتباه خاصو يرتاح. دونك في الاول كنا كنعطيو شي دواء اللي كيترخيو الناس، اللي كيرخي. ولكن لقينا باش هذاك الشيء ما كيعاونش باش نتعلم. راه خص العكس. اكزاكتومون. دونك لا ريتالين تو لي ميديكامون ديال لو تي دي اش كاين بزاف د الانواع، كاينين بزاف. وما يفونكسيون سور سو سيستيم لا دي زانفيتامين، ولكن هما ils sont compliqués parce que في même chez في العالم leur surveillant elle est surveillée, la prescription elle est surveillée. Ça fait partie effectivement des molécules اللي خاصك un suivi avec les carnets à souche هذاك الشيء. وفي المغرب عندنا المشكل ديال l'approvisionnement. L'approvisionnement qui هضرنا عليه antérieurement. عندنا مشكل على الدواء، mais probablement qu'il faut être très attentif. بحال في les États-Unis لقاو 30 على 100 ديال الدراري في من 6 سنين حتى 10 سنين كانوا عندهم هذاك الدواء. دونك هذاك الدواء كيخدم مزيان، ولكن بعض المرات الناس كيعطوا بلا لو تي دي اش باش يجيدوا لي كومبيتونس ديال الدراري باش يحسنوا القرايه ديالهم. بحال الدوباج ديال الرياضيين. اكزاكتومون. ستان دوباج على داك الشيء. انا هذيك الدواء كنقول خاصنا نخليوها تا جربنا هذاك الشيء اخر ديرني ريكور. والناس كيبغيو باسكو هي ساهله، كتعطي هذاك الدواء للدري ديالك وكيتحسن في السكويره ديالو. ولكن كنلقيو هذاك الدواء لا خليتيه عا بوحدو كيزيد الاكتئاب. لا خديتي باغ اكزومبل عامين 3 سنين ابري كيزيد الاكتئاب عند الدراري باسكو كيخويو لي ريزيرف ديالهم، كدير ان دوباج. alors qu'il faudrait trouver des activités effectivement بعدا نحيدوا لي زيكران نهار، بعدا effectivement ما يشوفوش التلفازه في الليل ويبقاو يقراو. كيفاش غيكونوا حتى الماكله نحيدوا لي بواسون سكري غازوز، نشوفوا الماكله باش تكون نحيدوا تو سكي ترانسفورمي، ناخذوا شي حاجه طبيعيه. لا درنا هذاك الشيء لا بريفالونس ديال لو تي دي اش كيهبط بزاف. دونك من الاول بروبابلمون كيفاش حنا كنكونوا في الحياه ديالنا. هضرنا في الحلقه قبل كيفاش ندوزوا العطله ديالنا. بعد مره كنشوفوا لي جون كينساو. جو مو سوفيان كنهضر مع واحد السيد قال لي فين ما كنمشي كنسيت التليفون ديالي ولا البسطام ديالي، هو عنده مشكل ديال التركيز. دونك كيفاش حنا كنوجدوا روسنا، كيفاش كنكونوا في الحياه ديالنا. ايوا في السكولا غنلقاو لا ميم شوز. دونك يمكن حنا خاصنا نسولوا علاش دابا الدراري عندهم اكثر هذاك المشكل. Et ça vient de كيفاش حنا la grande différence, le mode de vie. هذاك الشيء الفرق من اليوم ولا رجعتي شي 20 عام 30 عام هو التليفون بورتابل. دونك هذا التليفون بورتابل كيزيد بزاف هذاك المشكل. دونك الاول قبل نعطيو الدواء كيفاش الدراري كينعسوا، كيفاش قبل ينعسوا كيتفرجوا التلفازه وكيمشي ينعس، ولا كيمشي ينعس وكيبرك ساعه نص ساعه باش يقرا. القرايه لا ما عندكش مشكل ديال لا ديسلكسي، سي فريمون هو كيحسن بزاف هذاك المشكل ديال لو تي دي اش، تي دي ا تو كور بلا ليبر اكتيفيتي غيحسن باسكو الدراري غيضربوا والساعه الدماغ ديالهم غيرجع. ولكن واش متفق معايا بعدا خصو يكون الدواء
على باز خص يكون في المغرب، خاص ومن يكون بعد بيان سور خاصو على حسب يكون لي كا. بيان سور خاصو لان يكون انا مهم. المسومبل انه يعني في الدول يعني المحيطه بنا، الجزائر، تونس، يمكن مصر ما الى ذلك، كاين دواء ودواء رخيص. في لوروب كاين. عطيتينا النموذج ديال لي زيتازوني، الدواء كاين وثمنه هابط. بالنسبه للمغرب كان في شي وقت يمكن كان وكان غالي، دابا ما بقاش يعني لا غالي لا رخيص، يعني الناس كيتمحنوا وربما كيقلبوا على وسائل ماشي المسار الطبيعي ديال اقتناء ادويه باش يدبروا عليه من برا ولا هذا، وماشي كلشي عنده هذا. لا خاصو يكون باسكو بحال قلت لك قبيله هذوك 30% فين كيعطيو في لي زيتازوني. حنا دابا عارفين كاين 5 حتى 10 5 à 10 اللي هما كيحتاجوا وغيبدل الحياه ديالهم. دونك خاصنا يكون عندنا هذاك الدواء باسكو يا 10% ديال لي زانفون اللي عندهم هذاك المشكل ديال التركيز خاصهم هذاك الدواء، وبلا الدواء ما غينجحوش، ما غيخرجوش من ذاك المشكل، باسكو لا اون سور ان بروبليم فريمون اناتوميك. دونك الاول خاص الدواء يكون، وعاده خاص الدياغنوستيك حتى هو نعرفوا نديرو مزيان، ماشي حق ولدي ما كراش مزيان في السكوله خاصنا نعطي له هذاك الشيء، خاصنا يكون عندنا باسكو سنا ما غيخدمش، غايزيد شي مشكل اخر. ولكن عندنا لو دياغنوستيك مزيان، الدواء خاصو يكون موجود. من بعد كاينين شي حلول طبيعيين، بحال دابا انا شفت شي دراري ما كانوش عندهم مشكل ديال تشتت الانتباه، عندهم عالي ليبر اكتيفيتي، فرط نشاط. دونك هما بلا نعطيهم هذاك الدواء ما غيخدمش، اكيد ما خدامش. ولكن نعطيتهم شويه ديال الزعرور ولا شي حاجه لويزه، شويه ديال اللويزه في الليل، سيكزيست اون جيلول باش تهدن داك ليبر اكتيفيتي، فرط الحركه تنقص. سي بور سا الوقت ديال الدياغنوستيك مهم كبير، باسكو حتى لا استراتيجي va être très différente. L'hyperactivité, j'avais lu un très bel article à la Dakshi. Par exemple, les drari, il a دوزو الوقت مع avec des animaux, بحال un cheval, avec des poules, هذيك l'hyperactivité كتنقص. كيتهدن شويه. كيتهدن او شويه. كيدير لو سبور مثلا، فين يقدر يديشارجي داك الانرجي اللي عنده. حيت انا ملي غيكون في القسم ما غيكونش هذا. لانه مشكل فين يسوبوز دابا في القسم مطلوب منه انه يجلس، وانه ما عرفت شحال من ساعه في اليوم، وانه ما يتحركش من بلاصتو، وانه يبقى فوكس وهذا. اما دون لا ناتور يعني في الحياه راه يعني ديك الساعه الواحد مشكل كبير. وفي ستان المان داروا واحد بحال فيستا، الدراري كيديروا هذيك الفيستا وداروا 3 كيلو ديال الرمله باش يبركوا وباش يحسوا ثقيل وما يتحركوش. سي ابسورد. حنا اللي خاصنا نخمو حنا باش نبركوا النهار كله في الخدمه ديالنا صعيب، كنوضوا كنديروا نبوز وحنا حر نقول صافي خدمت شي نص ساعه ولا خدمت ساعه ونص كملت هذاك غنوض. الدراري ما عندهمش هذاك الشيء. دونك حنا اللي خاصنا نخمو حتى في السكويله كيفاش كيديروهم لي بوز لا ريكرياسيون، اش غيديروا خاصهم البلاصه يلعبوا يجريوا، يكون عندهم هذاك. وبروبابلمون دون لي بيي باغ اكزومبل سكانديناف كيديروا السكويله في الصباح وفي العشيه كيديروا على الرياضه que des activités extérieures. Parce que في الصباح الساعه غيكونوا مزيانين باش التركيز كاينه 100%، وفي العشيه كيخرجوا هذاك لاكتيفيتي ديالهم. احنا اللي خاصنا نبدلوا، ماشي نعطيو الدواء باش الدراري يدخلوا في السيستم ديالنا. شكرا دكتور. اليوم اثرنا معك واحد الموضوع مهم جدا وعنده علاقه بالدخول المدرسي. كنتمنى ان يكونوا الناس اللي كيتابعونا الان انهم يكونوا خداو ولو القليل من الاستفاده. ان شاء الله. شكرا والتقي معك الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا دكتور، شكرا على المتابعه ديالكم، واضرب لكم موعدا كالعاده الاسبوع القادم في كيف حالكم، ودائما على كاب راديو كاب تي في. شكرا، الى اللقاء. في زمن تكثر فيه الضغوط وتقل فيه المساحات الآمنة، برنامج كيف حالكم نافذتكم نحو التوازن النفسي والسكون الداخلي. كيف حالكم مع سهيل الركي رفقة الدكتور وديع غندالي، كل يوم ثلاثاء على الساعة 9:15 مساء على كاب راديو، لأن صحتكم النفسية تهمنا.